مرحبا بكم اعزائي في قناه لمسه وصفه من بيتي. راح تكونوا كامل بخير وعلى خير دائما مع حلويات العيد. اليوم رايحين نديروا وصفه المشوك، راح يجي معسل للداخل ويدوب في الفم وما يشدلكمش كامل يتمتم توجدوه. ما نطولش عليكم اعزائي، نبداو في طريقه الوصفه ونفس الوقت المقادير، لكن ما تنساوش انكم تشتركوا معايا في القناه، ديروا تفعيل الجرس وخلوا لي تعليق شباب وجام هكذا باش تقدروا تشجعوني ونمدلكم بزاف وصفات اقتصاديه وسهله التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. خديت 125 غرام من الزبده او المارغرين بدرجه حراره المطبخ باش تجيني سهله وطريه سهله التحضير. درت لها مغرفه كبيره معمره بالعسل، العسل تكوني طيبتيه ولا مشري. راح نخلطهم كامل بالباتور ولا بالبيترا كيما راكم تشوفوا. بعد ما خلط العسل والزبده كيما شفتوا، هنا عندي كاس تاع 250 ملل من الكاوكاو، يكون مرحي ومحمص، مرحي مليح كيما شفتوا بهذا القوام. ضفت لها هنا ملعقه صغيره معمره مليح من لافاني. نعاود نخلط كامل مع بعض. هنا عندي حبه بيض كامله مع صفار حبه بيض، حبه بيض كامله مع صفار حبه بيض. نضيفهم لهذاك الخليط بهذه الطريقه ونعاود نخلطهم كذلك بالباتور ولا بالبيترا كيما راكم تشوفوا حتى نتحصل على واحد القوام كريمي. صدقوني هذه الطريقه راح يخلي المشوك تاعكم يجي بزاف بنين وطري. من بعد هنا ما تحصلت على هذا الخليط راح نبدا نضيف الفارينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. دوك تشوفوا القوام اللي راح نتحصل عليه. هنا راح نضيف فقط نصف ملعقه صغيره من القهوه من خميره الحلويات، نصف ملعقه صغيره من خميره الحلويات. نبدا نخلط كامل العجينه تاعي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، ما نعجنهاش نطمها غير بيدي. الحلوه دائما ما تتعجنش، ماشي كسره ماشي مطلوع. نبدا نضيف هكذا تدريجيا، ما نقدرش نقول لكم شحال نضيف الفرينه، وانما دوك نوريكم القوام تاع العجينه كيما ما فين نديروا كامل الكاطو. دوك تبداو تضيفوا غير بشويه بشويه حتى تحصلوا على القوام تاع العجينه اللي تحبوها. كل فرينه وكيفاش عامله، يعني كاين اللي تضيفيه بزاف كاين اللي ما تضيفيش بزاف. المهم هاي ليك العجينه اللي تحصلت عليها تكون طريه بزاف في يدك. هاي ليك. دوك انا هنا راح نوزنهم ونشكلهم كريات. هنا تقدروا توزنوا الحبه تاع نشوك من 25 حتى ل 35، نتوما وكيفاش تحبوا الحجم. انا هنا وزنتها 25، جاتني حبه متوسطه ماشي كبيره ماشي صغيره. اللي يحب مشوك تاعو شويه كبير يوزنها 35. شكلتهم كامل كيما شفتوا. هنا عندي بياض البيض، وهنا بالنسبه للكاوكاو اللي راح نغمسهم فيه شوفوا قطعتوه خشين وماشي محمص لانه راح يطيب معاه. هنا هذاك الكاوكاو بعد ما نحيتو خشين غربلتو، نحيت كامل هذاك الرقيق اللي داخل. هذاك الكاوكاو الرقيق اللي غربلتو ما نستعملوش لانه هو اللي راح يخلي المشوك تاعي يجيني معجن، خليت غير الخشين هذاك. هنا راح نرمدهم كامل هكا في بياض البيض كيما شفتوا. وعندي لي زامون ديفيلي اللوز يفيلي كيما شفتوا. هنا راح نحط وحده من ووحده من وحتى نكمل كامل الحبيبات تاعي. راح نغمضهم كامل هكذا. صدقوني هذا المشوك شوفوا ما يشدلكمش كامل الوقت، ما ملا مازال ما بديتوش الكاطو ولا حبيتوا تزيدوا ديروا الكاطو حرتوش تزيدوا كاش موديل، ديروا هذه الطريقه تاع المشوك. راح يجي بزاف بنين وشوفوا اقتصادي، وطريقه التزيين تاعو بزاف سهله وشابه. هاي ليك هنا الحبه اللي درتها في زامون ديفيلي في هذاك اللوز يفيلي كيما شفتوا. هاملي كيفاش شكلت الحبيبات تاعي. دوك نكمل كامل هذوك الحبيبات وتشوفوهم. هنا هاد الحبيبات اللي خليتهم دوك نقول لكم كيفاش راح نديرهم. هنا عندي شويه بيسطاش، شوفوا كيفاش رحيته. نخليهم يطيبوا، درتهم في ليكيسات يطيبوا على فرن يكون شعلالو مقبل. غير نبداو الوصفه نشعلوا على الفرن تاعنا لازم يكون سخون، يطيبوا على درجه 180، ومده الطهي من 15 حتى 17 دقيقه. هذا ما كان ما نزيدوش. دوك كل وحده والفرن تاعها. هنا درتهم في ليكيسات وشوفوا كيفاش راح نزينهم. راح ندير حبيبات بلي سوريز كونفيت هذيك، وندير حبيبات تاع الجوز،
والاخرين خليتهم دوك تشوفوا طريقه التزيين. المشبك تاعي شوفوا هنا هاوليك طاب، خدا تحميرته وطيابه كما يلزم الحال. شوفوا هنا ما تجاوزليش 17 دقيقه. هنا هو سخون والعسيله تاعي راهي بارده. ناخذ مغرف صغيره ونبدا نفرغ غير هكذا من الفوق، ما نغمسهمش الحبيبات، انما نفرغ غير هكذا. وكي نلقى الحبه تاعي تاع المشوك شربت لي هذاك العسل، نزيد نعاود نفرغ عليها كذلك. راح نعسلهم كامل هكذا كيما راكم تشوفوا، ونزيد دوكا نزيد. هنا خديت بيستاش اللي ريحيته كما شفتوه. نبدا نغمس هاد الحبيبات اللي كنت خليتهم وقلت لكم عليهم، خليتهم وحدهم، غمستهم كامل هكذا في البيستاش، درتهم في الكيسات. والحبيبات هادوما اللي قعدوا درت لهم هاد حبيبات تاع شوكولا في الدوغي هكذا باش نوع مليح. وهنايا الحبيبات اللي خليتهم، خديت هنا كاوكاو محمص مرحي بقشورو خشين شويه، ودرت له هنايا حوالي ملعقتين صغار من الكراميل تاع التوفيه، ولا كنتو عندكم تاع اللي طيبتوها في الدار. المهم خلطوها كامل، راح نديرهم هكذا من الفوق، راح يعطيني شكل بزاف شباب وذوق بزاف شباب. شوفوا معايا هايليك. هنايا زينتها، درت لها لافايدوغ هذيك وعطيت لها لمسه الاخيره. هنا هذوك الحبيبات رشيت عليهم شويه السكر غلاس بهذه الطريقه. اذا كانت هذه وصفه تاعنا تاع اليوم. درنا مشوك، شوفوا هنا كي قسمته يتقسم وحده، جاي يدوب في الفم ومعسل للداخل. واش نقول لكم، جاي طري بزاف. شوفوا هنا يتفتت في يديا، شوفوا ما جاش هذاك المشوك اليابس واللي ماشي بنين. البنه ما نحكي لكمش، جا بزاف هايل. نتمنى كامل تجربوها. وهاد الطريقه تاع تزيين اللي درتها عطى لمسه بزاف شابه للمشوك. وكي تحطوه فوق الطابله بهاد الالوان، صدقوني راح يجي بزاف شباب وراح يشبح لكم الطابله تاعكم تاع العيد. ما بقى لي غير نقول لكم اعزائي تهلاو في روحتكم. كنتم مع قناه لمسه وصفه من بيتي. دمتم في رعايه الله تعالى حفظي. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.